بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعطيني بعض النصائح لطلاب البكالوريا 2023. أول حاجة، نذكر الأخطاء اللي راهم يديروا فيها الطلبة. أخطاء لازم يتجنبوها في عام تاع البكالوريا هو أنهم ما يضيعوش الوقت، ما يكثروش عليهم المراجع، ما يديروش نوي بلانش مثلا يقعد ليل كامل ولا ليل كامل حتى للنهار وهو يقرا. يبعد على صحابه شوية، يركز في قرايته. وهي من المفروض تاع البكالوريا اللي عنده مثلا العام هذا البكالوريا من المفروض من بداية العام يوجد روحه للباك، ما يخليش حتى قريب الامتحان تاع الباك ويبدا يراجع. من المفروض يخفف على روحه من البداية تاع العام، وتكون كما نقولوا القرايه نتاعو. دوك نعطيكم النصائح تاع انه الطالب ولا الطالبه تاع البكالوريا يتنحلهم شويه الضغط، يتبعوا برك. وكما نقولوا اهم حاجه واهم نصيحه هي انهم كما نقولوا يديروا جدول بالايام، كل يوم مثلا واش يراجعوا باش يكفيهم الوقت اول حاجه، وما يتخلعوش. خاطر دائما الطلاب كي تجي وقت الامتحانات تبان لهم كي شغل ما راجعوش، تجيهم هذيك الخلعه. قد ما راهم مراجعين تبان لهم مازال ما همش مراجعين. هذه لا ستريس هذه كاينه وبربي ان شاء الله تتنح، بربي ان شاء الله. والنصائح اللي مدوها هي دائما انك تحل تمارينات تاع كل مادة، حل تمارينات، تصفح المواضيع تاع البكالوريا القديمة، حاول تحل ماكسيموم النماذج تاع البكالوريا. ديروا الملخصات كل مادة ديروا لها ملخصات. مثلا الأفكار تاع المادة اللي راكم فيها، كل موضوع ديروا له ملخص هكا باش تقدروا تحفظوا. حطوها في ورقة، كل مادة جيبوا ورقة وديروا الملخصات منها. راكم كما نقولوا راكم تقراو. كي تقراي هذاك الموضوع ومن بعد تزيدي تكتبيه، اكيد ترسخيه ولا ترسخيه في العقل نتاعك، ومن بعد كي تهزيه وتزيدي تراجعيه باذن الله راح تشفي عليه. بصح نحو برك الخوف، ونحو ان مانيش راح نديه. قولي لا دائما الافكار السلبيه هذه راهي يعود الجسم نتاعك حامل الطاقة السلبية غير من الأفكار اللي راهي تجيك. لا، بربي إن شاء الله نجيبوه، بربي إن شاء الله بالعقل غير بشوية باش الأفكار تعود مرتبة في راسك، ما تعودش متزاحمة. هذا هو، وبهدوء وبربي إن شاء الله تجيبوا بمعدلات ما شاء الله. ونعاود ونركز، لازم تجبدوا النماذج تاع البكالوريا تاع العوام اللي فاتت الكل في كل مادة وتحلوها. واللي ما عرفش حاجة يزيد يراجع، ولازم يحل تمارينات لخاطر النماذج كل متشابهة. هذه ركزوا عليها سيرتو في المواد الأساسية واللي فيها المعامل يكون كبير، ركزوا عليها باش كما نقولوا تلقطوا النقاط وتجيبوا المعدل. هذه نقطة أساسية راني نقول فيها ونعاود. وزيد نقولكم افهموا راهي الفهامه، راهو الباك راهو يعتمد على الفهامه. كي تفهمي راكي تعودي كيما نقولوا مرتبه، خير من تعودي افكار من فكره منا فكره منا تعودي مشتة، يعود المخ نتاعك مزدحم، تعودي مشتة. لا، بالعقل رزنوا رواحكم، ثبتوا رواحكم، وبالعقل خطوه خطوه بربي ان شاء الله وباذن الله تعالى. الاجتهاد نتاعكم والتعب نتاعكم والله ما راح يروح عند ربي سبحانه، والله العظيم ما هو راح يروح. ودعوات الأمهات ودعوات الناس الكل إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا ووليدات المؤمنين كل المسلمين كل، وإن شاء الله كل دار فيها زغريتة تاع الفرحة إن شاء الله بإذن الله. تبعوا غير النصائح وبالعقل وبالشوي، وخاصة السمانة الأخرى تاع البكالوريا. ما تتفرجوش الفيديوهات تاع
تاع المراجع ولا لا، ديروا كلش دركا يعني كيما نقولوا السمانة اللي تكون قبل من الامتحان هزوا الملخصات نتاوعكم، هزوا الملخصات تاعكم اللي قلت لكم عليها، وبداو راجعوا، وراجعوا بالعقل وبرزانة، ودوك تشوفوا. المهم السر في انك بربي ان شاء الله تجيب معدل ولا تجيبي معدل مليح، هو انك تركزي في الدروس تاعك ورقة وقلم. هذا هو، الورقة والقلم والملخصات وكل حاجة بدقة، ما تخلي حتى معلومة تروح لك هكا ولا هكا. هذا ما كان، وبإذن الله والثقة في النفس، وإن شاء الله وتوكلوا على ربي وروحوا الامتحان. وكاين أدعية بربي إن شاء الله ربي يسهلها لكم. كاين أدعية ثانية راهي كاينة، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. كاين أدعية ياسر تاع امتحانات، بربي إن شاء الله نحو عليكم الضغط. صليوا ادعوا ربي إن شاء الله، بربي إن شاء الله، وبالعقل ودوقا دوقا وديروه امتحان عادي كيما راكم تجيبوا في كيما نقولوا في الامتحانات العادية. تجيبوا 11 تجيبوا 12 تجيبوا 13 تجيبوا، ما تتخلعوش، لخاطر هذاك الخلعة هذه هي اللي راهي كيما نقولوا تشلوشكم، وهي اللي راهي تطيحكم، وهي اللي راهي كيما نقولوا تخليكم ما تنجحوش. لا، بالعقل وبالشوية وبربي إن شاء الله وبإذن الله، الثقة في النفس والملخصات والدقة في المراجعة، وراجعوا النماذج تاع البكالوريا القديمة. وراني نعاود، أنا على بالي راني نعاود في الهضرة، بصح هذا هو السر. وركزوا على المواد الأساسية، ديروا لها الملخصات وافتحوا لها النماذج. حتى والثانوية ديروا لها ملخصات، بصح الأساسية حلوا نماذج تاع البكالوريا والثانوية، قادرين ديروا لها غير ملخصات، وتكونوا عندكم فكرة وتكونوا فاهمين وتكونوا واثقين من رباحكم. وإن شاء الله النجاح بإذن الله مضمون، وإن شاء الله نكون فدتكم. ومبروك مبروك مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.